ذلك أماس دليل إيمان خنا دبة ججا منزلة الإيمان بهم دوبة درجة ملائكة أمانيسا الإيمان بالملائكة ملائكة أمانون ركن من أركان الإيمان ميل إيمان الراتي في الدين الإسلامي دين إسلام خيست لا يتحقق الإيمان إيمان نركم إلا به يوم ملائكة من ملائك وقد نص الله على ذلك وقد نص الله لقى ربي نكجيلك على ذلك إيمان نركم ججو لا يتحقق جلغدا إيمان نركم ججو خنرد في كتابه قرآن صاحيست وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوخان مو على ذلك الإيمان بالملائكة ديبنا وأخبر عنه إيمان الديبنا أمس إيمان خنر نبي نوبة ديسه في سنتي حديث صاحيست قال تعالى ربنا التكجو آمن الرسول رسول يمنه بما أنزل إليه وان سبوا بمتجا من ربه ربي ساترا والمؤمنون ومن توان اللي مننجا كل آمن بالله إسان شفتن ربي أمنن وملائكته ملائكوت سات أمنن وكتبه كتاب سامنن ورسله إرقوان سات أمنن لا نفرق بين أحد من رسله أي كايلينا حال جانين تقو إرقوان سات دانين بافنو على جانين جيشو فأخبر ربي النبو ديسي أن الإيمان بالملائكة ملائكة أمنينسي مع بقية أركان الإيمان أفا أركان إيمانات وجين مما أنزله على رسوله والرسول سار ربو سجيشو وأوجبه عليه أما اللي سر واجب قد جيشو وعلى أمته أمة سار واجب قد جيشو وأنهم أمنني في رسولي امتثلوا ذلك واجب خرجل بتمنجين وديسي ذلك إذا تفنى أوجب جل خايا تكاو مما سنجل خايا مما جل قال تعالى في آيات أخرى ربنا تبرو خيستك جو ليس البر غارين تانجا أن تولوا وجوهكم قول خيسن غرغل كيسي قبل المشرق والمغرب عربا ديام ولكن نزل البر صاحب غاري دلغو جچون من آمن بالله نما ربي أمنجا واليوم الآخر الدنيا ملك يام برو جرا جينا ما أمنجا والملائكة والكتاب والنبيين خنو خنجا وجعل الإيمان بهذا الخصال بهذه الخصال حالما دبن خنت أمنيسا دليل البر دليل غاري دلغي ساقوني والبر غاري يوغو جنو اسم جامع للخير مكا خيري جبولي كبو وذلك جامع للخير دبدا وان خيري جبولي كبو أن هذه الأشياء المذكورة في أصل الأعمال الصالحة دلغا غاريت وأركان الإيمان أركان إيمانا التي تتفرع منها وأركان الإيمان أصول الرتفنا أما اللي أركان إيمانات التي أركان سنو تتفرع منه خني سر بقى تججو سائر شعبه دمين ساتان كما أخبر الله شعبه ويسدفن أركان جلغادا كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا مقابل خناتي فلا خناجين فلا خنا خيست أن من كفر بهذه الأركان لم يركان خنا كفره فقد كفر بالله ربي كفره جيجو فقال كنجا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كخبره فقد دل ضلالا بعيدا فأطلق الكفر كفر ما ندبته على من أنكر هذه الأركان ووصفه بالعبث ووصفه نمس ووصفه أنكر جلغاي إنكار الزخانة والصفة بالبعد فجينيان في الضلال جلنا خيست فدل ذلك خنوك جيرج أن الإيمان بالملائكة ذلك وأطلق الكفر الدفن أن الإيمان بالملائكة ملائكة من إنسين ركن عظيم من أركان الإيمان أركان إيمان الرخنتين وأن تركه إيمان الدفن
إيمان خنا لك سينسي مخرج من الملة من لا إسلام النار نما باسا نجيب ودي سيا وقد دلت السنة أقسم دينين نكجيل جتي كذلك كدلال القرآن كدلالة القرآن قولي أكما قرآن نكجيل جت على هذا وانا مدبن خنا رد وهو ما جاء موضحا هذا يسبب ديبن مذكورا قولي وهو سنة ديبدو سنة جنة ما جاء موضحا مودحا وانا الديف ما تيلو فيه في حديث جبريل المشهور حديث جبريل به كما خيست الذي أخرجه إمام مسلم أنبا فتيه في صحيحه خطاب ساقيست من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فقال فعجبنا له ويسأله ويصدقه فقال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول أنا بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد لما تربتها وأن ترى الحفاظ العراة على آلات رياء الشادي يتطاولون في الدنيا قال ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي يا عمر أتدري ما السائل قلت يا رسول الله أعلم قلت الله رسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أجل الله